I don't have time. اللوك فظيع، اوعى من الفرو. طيب تعالي معايا في الفيديو ده واسمعي الكلام اللي انا هقوله، وما تروحيش تعملي الحوار ده عشان الحوار ده مقفوش وبيبقى شكلك زي الزفت والنتيجه بتاعته معروفه، فما تشغليش عقلك. اللي بتروح تعملي اكونت فيك وتخش تكلموا منه هيرد عليكي، وكتاب الله هيرد عليكي وهيكلمك. خدي بقى الجديد، اول ما يرد عليكي بعدها ب5 دقايق هيطلب منك صوره، وبعدها هيطلب رقم الواتساب عشان الشات بتاع الانستجرام معلق فمش عارف يتواصل على الانستجرام. بعد 5 دقايق من الواتساب هتلاقيه بيحدد معاكي خروجه في نفس اليوم عشان يتعرف على الشخصيه اكتر، وتاني يوم حتى لو متجوز ولا خاطب. فما تروحيش تشغلي عقلك وتقولي لا 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 لازم اعمل اكونت فيك واشوفه هيخوني ولا لا. هيخونك والله العظيم، هيخونك. فما تروحيش تجري في الدنيا وتعملي حاجه هي معروفه. فبلاش تحطي نفسك في موقف ابن كلب، واخده بالك، لان كده كده هتتخاني. طب يا ايمان اعمل ايه لما اعوز فبتاعت شغل الاكونتات الفيك دي تلم نفسيها، ما تشغليش عقلك، كان غيرك اشطر. بعدين انا بديكي النتيجه من قبل ما تجربي. هيكلمها وهيخونك وهيطلب صور وهينزل، ده لو ما اتجوزهاش عرفي. فلمي الدور علشان ما تسوحيش نفسك على الفاضي وتجرحي مشاعرك وتعملي مشكله من ما فيش. حاجه تانية، لو بالفعل اساسا هو بيخونك وانت اكتشفتي ان هو بيخونك وانت متجوزه، يفضل ان انت ما تقوليش. عارفه ليه؟ لان انت اصلا لو قلتي وهو عرف انك عرفتي وانت مش في دماغك طلاق ولا في دماغك غير انك تقرصي ودنه، عايزه اقول لك انها هتتقلب بنتيجه عكسيه. يعني ايه؟ طالما الراجل عرف اساسا انه من الاول مره هتسامحيه هيكرر تاني. مثال بسيط جدا، اعتبر ان عندك طفل صغير في البيت عمل حاجه غلط، ما ضربتيهوش عليها، هيكررها ولا لا؟ هيكررها تاني وتالت ورابع. بس لما يعملها من اول مره وتيجي تضربيه او تربطيه او تحطي له الشطه زي ما اهالينا كانوا بيعملوا، هيعمل ايه؟ مش هيعمل. فما تشغليش عقلك، انت ما ضربتيهوش من الاول، فطبيعي جدا يا حبيبه قلبي في الاخر انه هيعملها. فطالما اصلا في الاخر هتلمي كرامتك ومش هتاخدي رياكشن حقيقي الا لو انت في دماغك طلاق او قلب ترابيزه جامد، اعملي حوار الاكونت ده، هيجي سكه وتعملي خناقه ساعتها. لكن انت اساسا ولا في دماغك طلاق ولا تقدري تتطلقي وبتخافي في ريشك وتتقلبي، فانت تروحي تعملي نمره ليه؟ وهو كده كده هيتكلم. يعني زي ما هو قاعد لو جه قدامه فيديو واحده هيتفرج عليه، واحده تخش تكلمه هيرد. الحاجات دي اساسيات، حتى لو انت متجوزاه من 30 سنه، ده راجل يا ماما، لازم نبقى فاهمين. وسعي بس حبلك كده شويه علشان تفهمي المحتوى. انا عايزاكي بس تبقي واقعيه شويه. اللي عايشه في الاحلام الوردي، انا جوزي ما بيبصش، انا عمري ما اتخان، هي اول واحده على قائمه الخيانات واول واحده جوزها اساسا، فاهمه؟ فوسعي بالك، انا بس بجيب لك من الاخر عشان ما تاخديش الموضوع على محمل الجديه شويه. شيري بس الفيديو كده واستهدي بالله، كلنا هنبقى كويسين.